السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه على التغيرات اللي حصلت في المانيا في 2026 واللي هتأثر عليك كواحد عايش في المانيا او كواحد جاي المانيا، سواء كنت جاي كموظف او جاي حتى كطالب. التغيرات دي مهمة جدا. خلينا نبدأ على طول بأول حاجة، وهي الحد الأدنى للأجور او الميندستلون. ده عبارة عن ايه؟ احنا كان قبل كده بنتكلم في 12 يورو وشوية. السنة دي احنا بقى عندنا الحد الأدنى للأجور وصل لحد 13 يورو 9 من 10 يورو في الساعة ابتداء من 1 يناير 2026. ده معناه ان اي حد شغال ميني جوب هيبدا اللي هو يقدر يشتغل بدل ما كان بيقبض 580 يورو في الميني جوب بتاعته، هيقدر يقبض 630 يورو. وده مبلغ كويس جدا، لكن طبعا بيتناسب مع التضخم، لان مفيش حاجه ببلاش هنا في المانيا. هو مش بيزود الحد الادنى للاجور عشان بيحبك، هو بيزود عشان خاطر الدنيا بقت غاليه، فبالتالي هو بيزود لك الفلوس اللي تقدر تاخدها في الشغل. بس ده معناه ايه؟ معناه ان اقل ساعه ممكن تشتغلها تقريبا هتبقى ب 14 يورو. تاني نقطة وهي مرتبطة بالحاجة الأولانية، وهي الإعفاء الضريبي. طبعا احنا عندنا إعفاء ضريبي في ألمانيا، انك لو بتقبض مثلا لحد مبلغ معين، الإعفاء الضريبي انك ما بتدفعش عليه ضرائب خالص. فكان قبل كده 11784 يورو، السنة دي بقوا 12348 يورو بتكسبهم في السنة، ما بتدفعش عليهم ضرائب. لو انت بتكسب اكتر من كده اعمل حسابك انك تقدم حاجة اسمها الشتويا كليرونج دوت او التاكسي ريتيرن. ده بيخليك انك ترجع بعض الفلوس لو انت اوريدي بتقبض اكتر من المبلغ ده. لكن لو انت بتقبض اقل من المبلغ دوت، انت طالب مثلا او شغال ميني جوب بس، فبالتالي اعرف ان الفلوس اللي بتاخدها هي دي الفلوس الصافيه اللي بتجي لك على طول من غير ما تدفع عليها ضرائب، لانها تحت البند بتاع الاعفاء الضريبي او الجروند فراي برتراك. ثالث نقطه وهي ممكن تزعل بقى الناس اللي شغاله او الناس اللي عايشه في المانيا اوريدي، وهي زياده التامينات الاجتماعيه. يعني التامينات الاجتماعيه هتبدا تزيد كذلك. فانت لما تيجي تقبض مثلا بيديك كده زي لون ابريشنونج، اللي هو الحساب البنكي او البي سليب يعني بالانجليزي، مكتوب فيها والله هنخصم منك كذا 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 كذا. فالنسب هتبدا تزيد السنه دي. فمثلا الكرانكن كاسه او التامين الصحي وكذلك تامين الرعايه هيزيد هو كمان بحوالي من 15% الى 3 من 10 من 15 من 10% ل 3 من 10% حسب شركه التامين. وده طبعا يعني هياثر بشكل كبير على المرتب. فانت مثلا لو بتقبض 5500 يورو، فبالتالي هيبدا الحد بتاعك اللي بيجي لك في ايدك هيقل مع الوقت. وده طبعا زي ما قلت لكم بسبب التضخم اللي حصل. رقم 4 وهو قانون الشفافيه، وده هيطبق في اوروبا كلها مش بس المانيا، لكن هيدخل حيز التنفيذ في المانيا في يونيو 2026. وده هو عباره عن قانون الشفافيه. ايه ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت دلوقتي تعرف مرتبك قبل ما تدخل الشغلانه. فالمرتب مبقاش سر زي زمان مثلا، او انك تدخل الشغلانه عشان انت مثلا اجنبي وجنبك حد تاني الماني فياخد هو مرتب اعلى منك. كل ده مبقاش موجود دلوقتي. لما تيجي تقدم على شغلانه هتلاقي ان هم كاتبين جوه الشغلانه دي المرتب اللي انت هتاخده، سواء انت كنت الماني او مش الماني. فده خبر جميل جدا جدا عشان يخلي في حاجه اسمها شفافيه ومساواه. وكمان في حاجه لازم تبقوا عارفينها الناس المتجوزين في المانيا، الكيندر جيلد هو فلوس بتطلع من الدوله لكل واحد عنده طفل. فعلى كل طفل بتاخد 250. من اول 1/1/2026 هيكون على كل طفل هتاخد 259، فهم زودوا 9 يورو تقريبا. فده حاجه كويسه. وعلى نقيض بقى الناحيه الثانيه على طول حاجه اسمها دويتشلاند تيكت او المواصلات العامه. بتركب اي مواصلات مش القطوره السريعه، بتبقى الريجونال يعني، اللي هي اسمها ريجونال بالالماني. فكانت قبل كده 58 يورو في الشهر، دلوقتي بقت ب 63. فهو بيزودوا هنا ويحطوا هنا. كل ده بيعملوا ليه؟ عشان خاطر يعالجوا موضوع التضخم اللي هو تقريبا هيبقى 2%. فهو بيزودوا المرتبات عشان خاطر مثلا اسعار الالبان واسعار الحاجات كلها زادت 2%، والحاجات اللي في السوبر ماركت زادت 2%. طيب بالنسبه بقى للحساب البنكي المغلق. الحساب البنكي المغلق احنا عارفين اللي هو دايما عشان تخش المانيا لازم يبقى عندك حساب بنكي مغلق بتحط فيه الفلوس اللي تقضيك انك تصرف منها. بما ان الحياه غلت في المانيا، فكذلك الحساب البنكي هيبدا يزيد. فكان قبل كده 11000 وشويه، يعني مش فاكر كان كام، 11000 وكام، بس دلوقتي بقى 11904 يورو. فانت محتاج يكون في حسابك 11904 يورو علشان خاطر تكون موجود هنا في المانيا، سواء هتيجي هنا كدراسه او فيزا بحث عن عمل. احنا طبعا اتكلمنا عن موضوع فيزا بحث عن عمل في فيديو منفصل، تقدروا تشوفوا اللينك بتاعه هنا. ونصيحه دايما خلي فيه 500 يورو كده زياده وانت بتحول العمليه ديت، عشان خاطر مثلا لو في رسوم فتح حساب، لو في اي حاجه ما تحتاجش انت تعمل ترانزاكشن مخصوص عشان خاطر تشيل الرسوم دي. فدايما زود 500 يورو مثلا 400 يورو زياده على الرقم ده. اخر حاجه معانا وهي الجنسيه الالمانيه، لسه زي ما هي شغاله معانا في 2026. انك يسمح بازدواج الجنسيه الالمانيه. كذلك برضو بدل 7 سنين بقت 5 سنين. لكن الجديد اللي هو اتلغى طبعا القانون بتاع التجنيس السريع بتاع ال3 سنين دوت، هو لسه ما دخلش حيز التنفيذ لكن اعتبره مش موجود. وكذلك برضو لو انت معاك اقامه دائمه لمده 5 سنين وخلفت طفل وانت لسه مش الماني، يقدر الطفل ده اللي هو ياخد الجنسيه الالمانيه. وكذلك انت برضو لو الماني وخلفت طفل يقدر هو ياخد الجنسيه الالمانيه. فخلاصه القول، المانيا هي بلد القوانين وساعه جدا زي ما انتم شايفين. فاللي بيفهم القوانين هو اللي بيقدر يعيش هنا ملك ويبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فلازم قبل ما تيجي تبقى انت عارف
في القوانين كلها. كذلك برضو اعمل حسابك ان انت وانت جاي ما تخليش حد يضحك عليك، ما تمشيش ورا الحاجات اللي موجوده مثلا على السوشيال ميديا. اتاكد من كل القوانين او كل الحاجات اللي انا قلتها ديت، هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن. وكذلك ابعت الفيديو دوت لاصحابك اللي بيفكروا يسافروا المانيا في 2026 عشان خاطر يعملوا حسابهم. وحابب بس اشكركم، والسلام عليكم، اشوفكم في فيديو جاي. سلام.